ايه ده لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدي يا هاجر، خدي يا هاجر، ثانيه واحده قبل ما تروحي حته. بصي يا هاجر، بصي، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب وقف هذا، يا رب وقف هذا، يا رب يكتب لهم السلام يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. قلبي يا ناس، قلبي لا اله. قلبي في الارض المحتله اضحى حجرا بين الاحجار المبتله بدماء الاطفال العزل، بدموع نساء يذرفن دموعا تتجمد، تصبح احجارا تقذفها ايدي الثوار، تصبح طلقات من نار. اخوان، لم نعرف ابدا حرب الاحجار، اعرف اطفالا يوما اخذوا الاقمار، زرعوها داخل اعينهم شتلات نهار. اطفال القدس المحتله يا اجمل خبر ياتينا بين الاخبار. اخوان، من يعرف ايمن طفل والعمر اقل يا ساده من 7 سنين، مرسوم داخل عينيه ارض فلسطين، مئذنه الاقصى تسكنه والقدس وصلاح الدين. يجمع احجارا يغسلها بدموع القهر فتشتد فتصير احد من السكين. ايمن عصفور يتنقل ما بين رصاص وقناء، ايمن يلتقط الاحجار ويظل يبادر، طلقات الاعداء عليه تتوالى كالرعد القاص وتدوي كالبرق القاص. يجرون اليه ولا يجري. ايمن واقف مرتجف؟ لا، بل مبتسم للجرح النازف. تعوى أصوات تحذره ايمن ستموت. يضحك ويقول انا عارف. ايمن اخذوه الى السجن كي يجروا معه التحقيق، سحلوه، ضربوه، طعنوه في الجرح النازف، والجرح عميق يا ساده. سالوه من حردك؟ قال حردني احمد. من احمد؟ فاجاب أخي. بعثوا عشرات كي تبحث عن هذا الثوري الأكبر، قوات تحمل أسلحة، عربات ومئات العسكر. البيت محاصر يا أحمد، البيت محاصر فاستسلم، البيت محاصر فلتخرج. يخرج أحمد كالشمس ضياء وحنين، في يده يحمل أحجارا والأخرى علم فلسطين. أحمد طفل والعمر أقل يا سادة من 5 سنين، والعمر أقل يا سادة من 5 سنين، والعمر أقل يا سادة من 5 سنين. خلصتي؟ تقريبا يا جماعة والله أنا بقول تاني، يعني أسوأ حاجة في إن هاجر تتكلم إن هي بتخلص. ربنا يبارك فيك يا هاجر. أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني أنا كرمضان، أنا كشخصي عربي مصري مش عارف أقول إيه. ربنا يبارك فيك يا بنتي والله، وعلى كمية الإحساس اللي حقيقي بتخترق القلب. انت معجزة في الشعر وفي الإحساس وفي الاختياراتك الموفقة. ربنا يبارك فيكي ويحفظك. أنا مش عارف أقول لك إيه، وربنا يا رب يكتب السلام لإخواتنا، ربنا يا رب يكتب لهم السلام ويستقر ويجعل لهم بلدا مستقرة آمنة وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.